تتجه الجزائر نحو مرحلة جديدة في استراتيجيتها الدفاعية، حيث تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها من خلال فتح قنوات تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطوة تعكس تحولاً في النهج العسكري الجزائري الذي ظل لعقود يعتمد بشكل رئيسي على روسيا، حيث تشكل الأسلحة الروسية ما بين 65% إلى 85% من ترسانة الجيش الجزائري. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في تصريحات سابقة أن بلاده تدرك حجم التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى مصير دول عربية أخرى كانت تعتمد سياسات وطنية مستقلة مثل العراق وليبيا وسوريا التي تعرضت لانهيارات كبرى نتيجة الحروب والتدخلات الخارجية. هذا الإدراك دفع الجزائر إلى تعزيز قدراتها العسكرية لضمان أمنها القومي. في هذا السياق يشكل التعاون مع الولايات المتحدة خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن في القوة، خصوصا في ظل حصول المغرب على طائرات أباتشي متطورة وصفقات دفاعية أخرى مع واشنطن. السفير الجزائري في الولايات المتحدة صبري بوغادوم كشف عن مباحثات مرتقبة بين البلدين لتعزيز التعاون الدفاعي، مشيرا إلى أن واشنطن ترى في الجزائر شريكا مهما في مكافحة الإرهاب، لا سيما في منطقة الساحل الإفريقي. الاتفاقيات بين البلدين ليست جديدة، إذ تعود جذورها إلى مذكرات تفاهم توفر إطاراً قانونياً للتعاون العسكري. من بين أبرز الملفات المطروحة تبادل المعلومات الاستخباراتية، الأمن البحري، وصفقات التسلح، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والإنقاذ ومكافحة الإرهاب. حالياً يعمل ممثلون عن البلدين على تشكيل 3 مجموعات عمل جديدة لوضع آليات تنفيذية لبنود التعاون الدفاعي. الجوانب الجيوسياسية تلعب دورا محوريا في هذا التقارب، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها في إفريقيا لموازنة النفوذ الروسي والصيني المتزايد في المنطقة. الجزائر تمتلك ميزة استراتيجية في هذا الإطار، حيث تعتمد على العنصر البشري في جمع المعلومات الاستخباراتية، مما يعزز دقة البيانات مقارنة بالاعتماد الحصري على التكنولوجيا المتطورة. زيارة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الفريق أول مايكل لانغلي إلى الجزائر في يناير الماضي، والتي التقى خلالها الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، عكست اهتمام واشنطن بتطوير العلاقات الدفاعية مع الجزائر. خلال الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع في البلدين، ما يعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون العسكري. على الرغم من أن مذكرة التفاهم تمت خلال إدارة الرئيس جو بايدن، فإن الجزائر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة. السفير بوغادوم شدد على أن بلاده لا تتبنى مواقف سياسية منحازة، بل تسعى دائما إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية مع أي إدارة أمريكية جديدة. التعاون الجزائري الأمريكي لا يقتصر على المجال العسكري، بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل قطاع الموارد الطبيعية والمعادن الاستراتيجية، كما أن الجزائر تعد وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات بفضل تكاليف التشغيل المنخفضة. العلاقات الجزائرية الأمريكية مرت بفترات من التفاهم والتوتر، خاصة خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، حينما سعت إدارته إلى فرض اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما رفضته الجزائر بشكل قاطع، مؤكدة موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. كما رفضت الجزائر اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرة ذلك انتهاكا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. التحركات الجزائرية تجاه واشنطن ليست جديدة، بل تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية وعدم الارتهان لأي طرف. حتى في ذروة الحرب الباردة حافظت الجزائر على استقلالية قرارها ورفضت منح قواعد عسكرية للاتحاد السوفيتي، وهو ما أكسبها احترام القوى الكبرى. خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب تعد من أبرز العوامل التي دفعت واشنطن إلى تعزيز تعاونها معها، فمنذ التسعينيات خاضت الجزائر حربا طويلة ضد الجماعات الإرهابية، ما جعلها مرجعا في هذا المجال. واشنطن بدورها ترى في الجزائر شريكا رئيسيا في تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساهمة في جهود مكافحة التطرف في إفريقيا.
المحلل السياسي حكيم بوغرارا يرى أن الولايات المتحدة تتجه نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر نظراً لموقعها الإقليمي ودورها المتوازن في الأزمات الدولية. فبعد فترة من الفتور خلال إدارة ترامب شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً نتيجة مراجعة واشنطن لسياساتها وسعيها إلى بناء تحالفات جديدة تتماشى مع المستجدات الدولية. الإدارة الأمريكية تبحث عن دول تمتلك اقتصاداً قوياً ودوراً إقليمياً مؤثراً، وهو ما ينطبق على الجزائر التي تعد لاعباً رئيسياً في ملفات مثل مكافحة الإرهاب، القضية الفلسطينية وأمن الطاقة. هذا الاهتمام الأمريكي يعكس إدراك واشنطن لأهمية الجزائر في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي. أما فيما يتعلق بعلاقة الجزائر مع شركائها التقليديين مثل روسيا والصين، فإن بوغرارا يستبعد حدوث أي توتر، مشيراً إلى أن السياسة الجزائرية قائمة على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لأي طرف. نهج الرئيس عبد المجيد تبون يرتكز على تأكيد سيادة الجزائر ورفض أي تدخل خارجي، مما يمنحها هامشاً واسعاً لإدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية.